في ظاهرة عند الزملكاوية غريبة جدا. يعني أنا مثلا كنت قاعد من كام يوم كده في مكان، وقاعد جنبي عيلين كده، يعني ما يجوش 11 12 سنة كل واحد فيهم. أنا بس يعني بعرفكم الفكرة اللي بتترسخ في الأجيال الجديدة كمان. واحد أهلاوي منهم وواحد زملكاوي قاعدين بيتكلموا عن موضوع الدوري وموضوع اللي بياخد الدوريات كتير، والأهلي طبعا الأهلاوي بيقول له احنا الدوري ده خدناه كتير، والزملكاوي بيقول له احنا خدنا الدوري السنة دي وبتاع. لما جه بقى الاهلاوي قال له انا باخد الدوري ده كتير جدا وده الطبيعي بتاعي، رد عليه الزملكاوي قال له كلها دوريات حرام، كلها بطولات حرام. الافكار اللي بتترسخ في الاجيال الجديده كلها، يعني انت كزملكاوي راجل كبير فاهم، بترسخ الفكره دي لابنك الصغير ان الاهلاويه كلهم واخدين بطولاتهم بالحرام. بناء على ايه؟ بجد والله بناء على ايه؟ يعني انت سبت كل الدوريات بتاعتك واللي بيحصل فيها، واللي انت ومنهم السنه دي، يعني منهم اصلا دوري السنه دي، ان الاهلي لو كان كسب ماتش سيراميكا اللي ما اتحسبش فيه ضربه جزاء صحيحه 100%، كان زمانه دلوقتي عدى بقى على الاقل قدك. جون بيراميدز اللي اتلغى اوف سايد، اللي ما فيهوش اي حاجه، ان الخط اصلا كان معمول بالعرض واتلغى عشان اوف سايد، لو كان اتحسب كان اكيد الماتش هيختلف تماما بدل ما كنت خسرت 3-0، وبرضه كان زماني معديك. كل ده سبته وسبت بطولاتك انت الجميله الحلال، فاهم؟ ورسخت الفكره لكل الاجيال الجديده اللي طالعه ان بطولات الاهلي كلها حرام. لا، بطولات الاهلي مش حرام، الحرام هو اللي انتوا بتعملوه والله بجد.